مدين مع المتهم. والحاضر مع المتهم طلب إلغاء الحكم المعرض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية دافعا الاتهام. أولا، انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء نية السرقة أو الاستيلاء على أي منقولات بنية تملكها، وتلك مسألة يجب أن تعتني بها المحكمة الموقرة في جرائم السرقة لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة. كما دفع ثانيا بمدنية النزاع وعدم صحة الواقعة المثبتة بمحضر جمع الاستدلال، وخلو المحضر من أي حقيقة سوى العلاقة التي تجمع المجني عليه والمتهم، وهي علاقة إيجارية عن العين محل الاتهام بمقتضى عقد الإيجار المقدم من المبلغ ذاته حال تحرير المحضر. كما دفع ثالثا بأن المتهم يعتصم أمام المحكمة الموقرة بنص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تلزم المحكمة الموقرة أن تتبع في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسألة. وفي دعوانا الحالية فالقانون المدني هو القانون المنظم للعلاقة بين الطرفين، باعتبار أن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد الإيجار سند الاتهام. كما دفع بكذب رواية المبلغ وشاهده بمحضر جمع الاستدلالات وعدم نقل الصورة الحقيقية للواقعة، وهي أن المجني عليه هو من قام بغلق العين المؤجرة وتركها مغلقة لأكثر من عام دون سداد القيمة الإيجارية المستحقة للمتهم، وعند فتح العين لم يجد المتهم سوى الثلاجات التي أشار إليها الشاهد بأقواله والتي احتفظ بها المتهم عملا بحقه المخول له بمقتضى نص المادتين 588 و 589 من القانون المدني، واستنادا أيضا للنص للبند الثالث من عقد الإيجار سند الاتهام، والذي ورد فيه بأن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تنفسخ بمجرد التخلف عن سداد القيمة الإيجارية ودون الحصول على حكم قضائي. وبالتالي يسري على الواقع إن صحت نص المادة 60 رئيس من قانون العقوبات، لأن نية المتهم كانت سليمة والمنقولات اللي استولى عليها أخذها بحق مشروع له بمقتضى نص قانوني وهو نص المادة 588 و 589 من القانون المدني. النص رئيس بيقول إيه مع وضوحه؟ بتقول يجب على كل من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أساسا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين أو عن كل مدة الإيجار إن قلت عن سنتين. وورد في نص المادة 589 من القانون المدني يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز والموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. ده مش كده بس، ده للمؤجر الحق في أن يمنع نقلها، فإن نقلت دون معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز له. يبقى أنا لما أكون استوليت على المنقولات، ده على حد برضو زعم المبلغ، أخذت المنقولات اللي موجودة في العين فأنا أخذتها استيفاء لحق، أخذتها استيفاء لأجرة مشغول بها ذمة المبلغ. يبقى الصورة اللي هو عرضها وقال هو وشاهده إن أنا استوليت على المنقولات، ده مش استيلاء. أنا ما استيلتش على المنقولات بنية السرقة، لا، ده أنا أخذت المنقولات اقتضاء لحق مقرر لي قانونا بمقتضى نص قانوني، وبالتالي تنتفي نية السرقة وتنتفي جريمة السرقة. الحاجة التانية يا ريس التراخي في التبليغ. التراخي في التبليغ على حد قول المبلغ ان الواقعة حدثت في شهر مارس
في حين أن تحرير المحضر في شهر 6، أي بعد الوقعة بأكثر من 3 أشهر، دليل على عدم الجدية والكذب والتلفيق. لأن الراجل أنا لما رحت أطالبه بإيجاري حب يساومني، هتجيب الحاجة اللي عندك وهتهمك بالسرقة وهتتنازل عن إيجارك. يؤكد الكلام ده دافعينها بعدم المعقولية وعدم معقولية رواية المبلغ والشاهد من أن المتهم أحضر 4 أشخاص وطلب من الشاهد الخروج من المحل هو وزميله. لأن المسألة دي هتخلينا نتساءل إزاي خرجوا إزاي من المحل بدون ما تحدث مشكلة أو تعدي أحدهم على الآخر أو طلبهم النجدة أو تحرير بمحضر بمركز الشرطة. مكان الواقعة ومركز الشرطة بينهم وبين بعض 5 دقايق. الحاجة التانية ان المحل نفسه اللي حصلت فيه المشكلة ده محل في السوق، مكان مكتظ بالناس. ازاي الواقعة دي ما شاهدش عليها شاهد من الجيران؟ ازاي الواقعة دي ما شاهدش عليها شاهد من المرة؟ ازاي الواقعة دي ما شاهدش عليها شاهد من اهل المنطقة؟ لا، المبلغ اقتصر في بلاغه وشهادته على شهادة عماله، استشهد بعماله وأحضر منهم شهد بما أملي عليه كذبا. المسألة دي برضو يا ريس دي تؤكد الشك، والشك ده دائما يفسر لمصلحة المتهم. أما عن بطلان تحريات المباحث ومكتبياتها فيؤكد ذلك قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 11/6/22. القرار ده النيابة العامة طلبت فيه التحريات حول الواقعة وتحديد شخص مرتكبيها. التحريات بقى جت في عبارة عامة بتقول صحة الواقعة دون تحديد شخص مرتكبيها. أنا المفروض إن أنا راجل متهم نزلت استوليت على المنقولات وكان في صحبتي 4 أشخاص. هم مين ال4 أشخاص؟ لما التحريات ما تعتنيش بتحديد شخص مرتكب الواقعة كقرار نيابة عامة يبقى نقول إن التحريات دي جت تحريات مكتبية واتعملت بشكل أو بآخر، وأن يد المجني عليه امتدت للعبث بتلك التحريات. الحاجة الثالثة والحاجة المهمة إن المتهم لم يقم بإثبات أي منقولات في محضره ولم يحدد وصفها أو نوعها ولم يثبت أي بيان بشأن تلك المنقولات. يبقى أنا هنا لما أجي أطرح دفاع على المحكمة وأقول إن أنا ما استوليتش حقيقة وإن أنا نية السرقة لم تتوفر في حقي حقيقة وإن أنا استوليت على المنقولات دي اقتضاء لحق وبمقتضى نص قانوني وارد في نص المادة 588 و 589 من القانون المدني، يبقى يكون لهذا الدفاع صدى وأثر في الأوراق ويتعين على المحكمة الموقرة أن هي تعتني به.